الجزء الثاني. لكن هذا كله يبقى تفريعًا عن الموضوع الأساس، وهو موضوع الجنس في رحلات الاستشراق. هناك منذ البدء تلك الرغبة لدى البحارة المعزولين في سفنهم لفترات طويلة. تصوراتهم عن المدن والنساء هي التي أبرزت صورة حورية البحر. هو تعبير جنسي عن هواجس هؤلاء البحارة وهم في سفنهم، فهم يريدون امرأة بحرية نصفها علوي، امرأة ذات صدر ونصفها السفلي سمكة. البحار يحتاج إلى ما يملأ به لياليه المحرومة وهو في عرض البحر، ويحتاج أيضًا إلى إكساء هذه الصورة كساء واقعي كي يكون لديه ما يحكيه وعائد إلى رفاقه وأهله. فاختلطت الأوهام بالأسطورة بالخرافة. أليس علينا أن نسأل لماذا كانت المغريات في الجزر أمام أوليس مثلًا كلها ممثلة في نساء ساحرات، بينما المهدد بالقتل هو الرجال أو من يشبهونهم؟ المرأة ضمن هذا العرف هي أول ما يمكن التلصص عليه، والتلصيص أنواع كلها كانت تتغذى من مخيلة شبقة مستعرة. وبالتالي فالرجل يتلصص على المرأة ليس فقط كي يستني، بل يتعرف على نفسه بوصفه ذكرا. إنه يحدد مكانه هنا، مكان المرأة هناك حيث يستطيع جلبه أو استحضاره للاستمتاع به. يجب أن تكون القصة في إحدى جوانبها التراكية، يعيد بناء المكان على صورته. ووفق تخيلاته القصر الريفي يصبح مكانا تسجن فيه النساء في زنزانات ويجلدن بالصياط ويدربن لكي يكن جواري. على النحو ذاته يعاد بناء أي مكان في صورة خاصة عن طريق أفعال الإرتوكية التي تقوم بوظيفتها كقتانة للمكان. هنا يمكن العودة بالموضوع إلى أصل النظرة الذكورية للمرأة. بدأ الأوروبي يرى نفسه رجلا ذكرا مقابل الآخر الذي أسقطت عليه صفة الأنوثة. فنموذج علاقة التسلط بين الرجل والمرأة قد استخدم لتشكيل علاقة الأوروبيين والشعوب المستعمرة، وأبرزها حيث أن اختلاف الرجل والمرأة قدم ذخيرة من الصور والموضوعات التي أمكن بواسطتها استيعاب الاختلاف الأوروبي وغير الأوروبي استيعابًا سياسيًا. والاختلاف يكون في الدين، اللون والعادات، ثم بادعاء النظرة العلمية بجعل الآخر مختلف بطباعه، عواطفه، شذوذه وعقائده. لكن للأمر صلات بجوانب أخرى، وليس وقفًا على التصوير الغرائبي الشبق وحده. فالصلات بين الهوية والغيرية المكان أصبحت أكثر بروزًا عندما توسع العالم المعروف، وأصبح وعي أوروبا بالعالم المحيط بها كوكبيًا. فأطلق الأوروبيون على نحو متزايد العنان للغرائب ليعيدوا تعريف قيمهم الخاصة بهم، وليعيدوا طمأنة أنفسهم إلى موقعهم الخاص. عندما صار العالم أكثر اتساعًا وأكثر تعقيدًا، المتلقي الأوروبي يريد تمييز نفسه عن تلك المخلوقات التي تقطن أماكن أخرى، وهذا التمييز يقوم على أسس متعددة. هو تمييز حضاري. هؤلاء ليسوا أوروبيين، إنهم آخرون، هم غرباء عنا. هذه الغربة تجعلهم مؤهلين لأن يكونوا أي شيء نحتاج نحن إليه. وهو أيضا تمييز طبقي. فالبرجوازية الأوروبية تريد تمييز نفسها عن الطبقات الفقيرة أولا. هذا التمييز ينطلق من الاختلاف الجنسي. الفقراء شهوانيون لا روادع لديهم، نساءهم مباحات، هن أنفسهم يبحثن عمن يشبع لهن شهواتهن، الأمر الذي يفترض أنهن لا يشبعن، أو أن رجالهم لا يتمتعون بالقدرات الجنسية اللازمة لهن. لذلك يجد الأوروبي الذكر فرصة سانحة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى نساء آخرين في الأقطاع الأخرى التي يتم اكتشافها. هناك أيضا يكون الجنس مباحا وغرائبيا، أي أنه يتضمن كل أنواع الشذوذ بين الجنس والجنس الآخر، ثم بين الجنس والجنس نفسه، ثم بين الجنس والحيوانات، وأخيرا بين الجنس والأموات. وهو أخيرا تمييز بين الذات والآخر، أيا كان هذا الآخر. الآخر موجود لكنه غريب، وغرابته تأتي من عقائده أو من انعزاله أو من ثباته في مكان على عادات الأولى التي كانت سائدة في الماضي. الشرقي في نظرهم إنسان ثابت غير قابل للتطور، هو ما يزال يعيش مثل ما كان الإنسان البدائي يعيش، أو على الأقل مثل ما كان يعيش الإنسان أيام الكتاب المقدس، حيث هو المرجع الأول والأكثر مصداقية. ولهذه المسألة أهميتها. فالعالم منقسم إلى بدائيين ومتحضرين. هذا التقسيم
يمتد الآن إلى الأيام الأولى للعبرانيين، فهؤلاء كانوا يجلبون معهم حضارة ودينا، وبينما كان السكان الأصليون مثل السكان الأصليين في أي مكان تم اكتشافه لاحقا، همجا بدو بدائيين ووثنيين. هنا تتكرر المسألة، ففي كل مكان يصل إليه الأوروبي هناك أقوام تعيش حياة غريبة، وغرابتها الأولى لا تقف عند الأرض والإنتاج ونمط الحياة، بل تشمل الجنس أيضا. الجنس يجب أن يكون غريبا عند أقوام الغرباء في كل شيء حتى في أشكالهم. لم يكن الدليل التجريبي ببساطة وثيق الصلة ببناء تلك المعرفة، وإخفاق المستكشف تلو الآخر في العثور على الأمازونيات المسترجلات عديمات الفم، أو ذوي الرؤوس الكلبية المشوهين ذوي الأقدام الوركية الذين وصفهم القدماء. لم يقوض الإيمان بوجودهم، بدلا من ذلك فقد أعيد وضعهم خارج حدود الجغرافية الملتصقة للأرض المجهولة في الفضاء. العقل الأوروبي الباقي المحجوز للأغراض، إن هذا الفضاء قد قدم بوظيفته بمعنى ما بوصفه سقيفة أوروبا، وبوصفه مكانا يمكن أن ينفى إليه المخيفون المنفرون الفاحشون ذوي الأشكال المضحكة، الفوضى التي جعلت نظام أوروبا المتخيل ممكن. وهذا ينسجم مع الحديث عن المرأة عامة، ثم حديث عن طبائع الزنجي الجزائري الصيني، حجم عقله، طول قضيبه، وشهوانيته غير المسيطر عليها. ومن هذه الزاوية أمكن التحدث عن رحلات غليفرز، روبنسون كروز، وبلد العميان، وعاصفة شكسبير على أنها توصيفات غربية لأماكن أخرى يقيم فيها أناس ذوي أشكال غريبة، طبائع غريبة. تصف ماري كامبل على نحو فاضح هذه الظاهرة عندما تكتب: مثل المخطوطة القرطاسية والكاتدرائية القرطاسية، يمتلك العالم نفسه هامشا، حيث يكون الغريب خارج عن المألوف حرا في أن يسرح ويمرح، لأنه يعد فطريا على نحو ما خارج نطاق السلطة، أو أقل من أن يثير انتباه أي قوة دامجة. أن الخارج على المألوف حالما يقع على نحو ثابت في الهامش يفرض تهديدا قليلا على النظام المركزي. الأعراق المخيفة التي تقطن القارات الأجنبية الأخرى كانت تسمى الشواش الذي يقع فيما وراء الهنا، والتمييز الآن هو بين هنا والذي هو نحن، وبين الهناك الذي يقيم فيه الآخر. وبالتالي فالكائنات الخرافية في الخرائط لم تكن تعني غياب معرفة الآخر، بل على العكس يمثل نوعا محددا من المعرفة، هو أن سكان تلك المناطق لم يكونوا مجهولين، بالأحرى كانوا معروفين بأنهم وحوش خرافية. البلد الأجنبي الغريب هو ما ليست عليه أوروبا، إنه نقيض للصرامة المحترمة، الاعتدال البرجوازي. في الصدر الافتتاحي من رواية هارتلي التي تحمل عنوان الوسيط، يقول الراوي: الماضي بلد أجنبي، إنهم يفعلون الأشياء على نحو مختلف هناك. أرى أن الغرائبية الزمنية هي بمنزلة هروب من الحاضر التعيس والخسيس إلى أمكنة أخرى وأزمنة الحدث ذات مرة. هذا ما يردد صداه السير فريدريك تريفنز الذي أعلن أن القرى البدائية ربما لا تختلف إلا قليل عن القرية في أيام المسيح. الآخرنة والنزعة الاستعمارية غالبا ما تتلازمان، فإن الخطاب الآخر في أوروبا الغربية في أثناء العصر الحديث لم يكن مجرد ذراع فكري للإمبريالية فحسب، بل إنه بالقدر نفسه، كما أكد فرانسيس فانون وإدوارد سعيد وآخرون، قد أدى دورا مركزيا في سيرورة تعريف الذات. هكذا ففي حين أن النظر إلى الغيرورة بوصفها خطابة للسيطرة والهيمنة هو صحيح بالتأكيد إلى حد معين، فمن المهم أن لا نفقد حقيقة أن هذه الخطابة توجد غالبا في موازاة الخطابة لرغبات أكثر غموضا، خطابة الرغبات أو المخاوف الجنسية، خطابة حصارات الطبقية الدينية القومية أو العرقية، خطابة تشويش نفور من الذات الصراحة. إنها لذلك ليست موجهة نحو الخارج تماما، بل هي موجهة نحو الداخل أيضا. إن تمثيل الملكية الأرض بوصفها استيلاء على أجساد أنثوية يسلم جدلا بالمقدمة الضمنية القائلة بأن الأجساد الأنثوية هي عرضة للاستيلاء.
فالتوجيهان الداخلي والخارجي للخطاب الغيري يشيان بالكثير في هذه الدراسة. الفضاءات الآخرية أي الفضاءات التي يسكن فيها آخرون في الوقت نفسه، الفضاءات التي تمنح الآخرين الغيرية قد تم بناؤها لذلك جزئيا عبر وسيلة خطاب جنساني. فمن الناحية الأولى تمت جنسنة البلد الأجنبي، من ناحية أخرى تم إضفاء الصفة الغرائبية على الجنس. أصبحت الجنسانية أحد المحاور التي يمكن على امتدادها بناء هوية ذاتية وغيرية. الخطاب الأجانبي لم يكن في الواقع أكثر من مجموعة من المجازات ينجز كل واحد منها وظيفة معينة في عملية تعريف أوروبا لذاتها من خلال الأخزنة. فعلى سبيل المثال إن مجاز المرأة الشرقية القذرة كان أساسيا لكل من وعي البرجوازي الأوروبي الصاعدة لذاتها بوصفها نظيفة ولائقة. الجهد الإمبراطوري الذي برر نفسه جزئيا من خلال ادعاء بأنه يجلب الرعاية الصحية إلى المستعمرات البدائية. من ناحية أخرى فإن تركيز الخطاب الاستشراقي على حمامات التركية قد خدم وظيفة تصوير المرأة الشرقية على أنها منهمكة جدا على نحو مغلى فيه بجسدها، ومن هنا فهي شهوانية فاسقة، وهذا مرة أخرى خلافا للبرجوازية الأوروبية المجدة المضحية بنفسها وغير الجنسانية أساسا. وعلاوة على ذلك فإن هذه الجنسانية المتأصلة قد عملت ضد قدرة الآخر على حكم نفسه، ومن ثم فقد خدمت كحجة لمصلحة الاستعمار، وهي ممارسة لا تزال حية حتى هذا اليوم في الثقافة السياسية الأمريكية المعاصرة. العقلية الأمريكية والتي هي امتداد للعقلية الغربية الاستكشافية الاستعمارية وتطويرا له، لا يرى في الجانب الآخر من العالم إلا هو ما هو غرائبي ولا إنساني، وبالتالي فإن من حق الأمريكي ومن واجبه أن يسعى إلى تطوير هذا الجانب على طريقته التي يكون أحيانا دفاعا عن حقوق الإنسان، وأحيانا دعوة للديمقراطية، وكثير ما تلجأ إلى الحرب، انقلابات دموية، أي صيغة لجعل العالم الآخر أكثر انسجاما. تقدم أنيت كلودني تقصيا رائعا لهذه الكنايات وغيرها من الكنايات الأنثوية الأخرى الكثير عن أرض أمريكا الشمالية. هذه اللغة المجازية حجبت العلاقة الاستعمارية عن طريق جنسيتها، فالمستعمر المذكر والمستعمرة مؤنثة صورا في لقاء جنسي أي طبيعي بيولوجي. في المقابل أن أفريقيا وأمريكا في عريهما تشهدان على هيمنة الأنثوي فيها، وتمثلان دول البربرية التي مع ذلك تكون مليئة بالكنوز ومن أجل أوروبا نفسها. لاحظت إلسون بلينت أن الكتاب والرحلات في القرن ال19 استخدموا في أغلب الأحيان الصور الجنسية لخلق وتعزيز المنزلة البطولية لكثير من المستكشفين والرحالة الذكور الذين كتبوا عن فتح واختراق القارات الخطيرة المجهولة المتميزة غالبا بخصب الخضرة المحلية والنساء. الأرض العذراء وشرسة، المستعمر عاشق مرغوب بحماسة ومروض لجموح المقاومة. إن قولبة القديمة للمرأة طفلة عذراء عاهرة يتم تجنيدها لتطبيع العلاقات الاستعمارية. هذه الازدواجية بين الفتحي الجنسي والاستعماري أدت عدة أدوار في وقت واحد. فمن الناحية الأولى أطرت المشروع الاستعماري ضمن سياق معترف به، سياق السيطرة الجنسية للرجل على المرأة، ومن ناحية أخرى اختزلت جرم سياسي معقد يحتاج إلى شرعنة، هو جرم السيطرة القومية على شعوب أخرى في مناطق أخرى. كان ذلك هو الينبوع الذي شرب منه الرجال بعد عبور الأرض القاحلة لمغامراتهم، المرأة التي سعوا إلى التعرف على أنفسهم فيها. هم هكذا لأنهم رجال ذكور، والطرف الآخر يجب أن يكون أنثى أو مخنث. فالرأي الذكوري يقول أن المجتمع الطبيعي لا يلد إلا ذكورا، لكن هناك ولادات ناقصة مشوهة تأتي بنتيجتها نساء إلى الدنيا، ومثلما يمكن أن يأتي المنغوليين أو المشوهين أو الأجنة الميتة، فالنساء هنا هن الجهيض المنحرف. لكن الصورة لا تظل على حالها، إنها تتغير وفق تطور العلاقة بين المستكشف والبلد المكتشف. ففي البداية هو مكان غرائبي مليء بالجنس والشذوذ، وبالتالي يجب أن يكون الرجال
هناك متوحشين وغرباء، هذا يعني أنهم ضعيفون غير مكتملين جنسيًا. هذا الأمر الذي يبرر ويفسر اندفاع النساء هناك نحو الجنس. لكن هؤلاء الأصلانيين الذين كانوا يصورون حتى الآن بوصفهم ضعفاء مخنثين يصبحون فجأة مغتصبين ووحشيين مثل ما حدث في أي بلد انتفض أهله ضد الوجود الاستعماري. هنا يتدخل علم آخر ليقرر أن الناس هناك عدوانيون بطبيعتهم، هذا ما يجعل مصدر خطر على النساء الأوروبيات. فمن المثير للسخرية أن المؤسسة ذاتها الزواج المبكر في الهند الذي كان ينظر إليه على أنها تجسيد البطريقية السلطة الأبوية الشرقية قد حولت فجأة وببراعة استطرادية إلى سبب الخنوثة. ثم حين انتفضت الهند الرابخة حتى ذلك الوقت ضد الغزاة أعيد النظر في شخصية الهندي المسالم المخنث الساعي إلى الزواج المبكر. بهذه الطريقة اختزل الكفاح ضد الاستعمار إلى وحشية همجية، وإجراءات قمعية المتخذة ضده أضيفت عليها شرعية بوصفها دفاع رجال بريطانيين عن شرف نسائهم وسلامتهن. ثم تأتي النظرة الأخرى للمرأة ذاتها، ومن خلال لباسها زيها في هذه المرة الحجاب المميز للمرأة الشرقية المسلمة يكتسب معاني تكمل الصورة النمطية الموصوفة سابقا. ويظهر في السيرة الذاتية لجاكومو كازانوفا أن أكثر النساء التركيات محافظة تكتسي حشمتها على وجهها فقط، فما أن يغطى هذا الوجه حتى تصبح واثقة من أنها لن تخجل من شيء. أتساءل إن كان من قبيل المبالغة أن نرى في هذه الكلمات تعبيرا عن الحجاب الذي عرفه رجال غربيون كثيرون بوصفه حاجز مانع ورمز للكنوز الأرتوكية المخبأة وراءه، أنه يقدم له مرأة خلف الحاجز حريم آخر، هذه المرة من خلال لباسها ذاته وليس بالضرورة من خلال الحريم المكان. بعبارة أخرى إن دو لاكورا قدم في واقع لقرائه جسدا من القصص ملفوفا إذا جاز القول بحجاب يشهد على جنسانيته المغرية في الوقت نفسه يحميه من النظر. لعبت هذه الصورة للمرأة المحجبة دورها في تأكيد موقف الفرنسي من النساء المحجبات في الشرق الإسلامي، هكذا في حين أن التفاصيل الجنسية لهذه القصص كانت تلدغ إحساس القراء فقد ساهمت في إنتاج الشرق بوصفه آخر فرنسا مكانا تأسست غيرته عن طريق تقاليده وديانته بقدر ما تأسس عن طريق ممارسته الجنسية. كان لابد من التطرق أيضا إلى الزواج المختلط المتوقع بين هذا الجنس والجنس الآخر، فليس الرجل وحده يمكن أن يحلم بالآخر، المرأة الأوروبية أيضا يمكن أن تحلم به. هذا الحلم قد يوصل إلى علاقة عابرة أو زواج من غريب، هذا كله اعتداء على نقاء الجنس الأوروبي. لقد كان عطيل وديدمون بالتأكيد زوجين متفقين، ومع ذلك وبسبب انتهاكهما للنظام العرقي الجنسي بأكمله في يومهما فقد كان زواجهما ملعونا وعوقب العاشقان بمأساة. فكلمات إيغوا الملتهبة إلى بارابانيتشو كبش أسود عجوز يسافد نعجتك البيضاء وابنتك يسافدها حصان بربري، تقديم بعض التبصر بالطريقة التي كان ينظر بها إلى الزواج بين الأعراق في إنجلترا الإليزابيثية، مع أن الرغبة الجنسية قد اعترف بوجودها لدى بعض النساء، فقد صار ينظر إلى هؤلاء النساء على أنهن يفتقدن إلى الاحتشام والأخلاق بحكم الأصل الطبقي أو المنشأ الأثني أو العرقي. لذلك كانت جنسانية النساء الأخريات بمن فيهن الأوروبيات من الطبقة العاملة الأصلانيات الغير أوروبيات مكونا مهم من مكونات بناء الذات للبرجوازية الأوروبية، سمحت للأوروبيين الغربيين أن ينكروا الخصائص المميزة التي يعدونها غير مرغوب فيها لديهم بعكسها على الآخر. بهذه الطريقة فإن الأنماط المقولبة النصية التي تصور الشرقي بوصفه آخر قد أدت وتؤدي وظيفة توحيدية من أجل الثقافة التي أنتجتها، ثقافة تنكر تلك الصفات التي تهدد أو تقوض صورتها الذاتية وتسقطها على جماعات من خارج الثقافة أو على جماعات هامشية كالنساء.
في داخل الثقافة. لقد تم بناء الاختلاف الجنسي للبرجوازية الأوروبية ليس فقط في تضاد مع الرجال، بل بالقدر ذاته من الأهمية في تضاد مع النساء اللواتي وصم أصلهن الطبقي أو العرقي أو سلوكهن الاجتماعي بأنه لا أنثوي. تكتب أوما تشكارباتي أن تفسخ الحضارة الهندوسية والوضع المدقع للنساء الهندوسيات اللواتي يحتاجن إلى حماية تدخل الدولة الاستعمارية كانا مظهرين من مظاهر السياسة الاستعمارية. أما المظهر الثالث فكان تخنث الرجال الهندوس الذين كانوا غير صالحين لحكم أنفسهم. بناء على هذه الاعتبارات أمكن تسويغ الحكم البريطاني في الهند على أسس التفوق الأخلاقي. هكذا فإن اضطهاد النساء وتخنث الرجال مكونين توأمين لمجاز الاستبداد الشرقي، وقد وفر الأساس المنطقي للاستعمار. إن كون الشرق قد حكم تاريخيا بالاستبداد متحدا مع الأطروحة القائلة بأن الدول الشرقية كانت تعيش في سبات وتفسخ قد أوحيا بالحاجة إلى فرض حكومة معقولة من الخارج، ومن أفضل من الغرب في ذلك. لقد بين نورمان دانييل كيف أن مؤسستي تعدد الزوجات والطلاق الإسلاميين إضافة إلى بعض الموتيفات الدينية مثل الجنة قد فسرت بإلحاح من قبل المجادلين المسيحيين القرطاسيين بوصفها برهانا دامغ على أن الإسلام دين حسي يهب معتنقيه حرية جنسية لا حدود لها، لذلك فهو دين مزيف. ولعل الحوارية التالية تحدد موقف للمرأة وتصور موقف الإسلام منها. سؤال: لماذا خلق الله العظيم النساء في الدنيا؟ الجواب: لتقديم المتعة للمسلمين وإعطائهم فكرة عن الجنة. لم يتوقف الأمر عند تلك النظرة الخاصة إلى جنسانية الآخر، هناك جوانب أخرى في هذه الجنسانية لم يتردد الغرب المستكشف من استخدامها ومن ذلك الجنسانية المثلية. الجنسانية المثلية كانت هي الأخرى الموضوعة ناظمة المركزية في حياة شخص مثل لورنس وكتاباته. وترى كاجا سيلفرمان بتحليل كتابه أعمدة الحكمة السبعة أن النزعة القومية العربية مرتبطة ارتباطا حميميا بالجسد الذكري في خطاب لورنس. تقول أن ارتباطه التخيلي بسلسلة من الشخصيات البدوية يصبح ممكن مع حقيقة أن كل واحد على حدة يكتشف له في نقطة ما ضمن تشكيل ليبدي مطابقة لصورته الاستهامية الخاصة به. هكذا فإن تورط لورنس في مشروع الاستعمار نشاطه في أثناء الثورة العربية التي لم تكن دائما في توافق تام مع المصالح البريطانية لم تكن لها علاقة بمجاز الشرق بوصفه امرأة، بل كانت الصلة ارتواكية مثلية بالكامل. لن نتصور بأي حال أن هذه الصورة المكرسة للجنس لم تكن تلقى رواجا بين قرائها. كان الغرب في حاجة إليها كي يتعرف على نفسه من خلال هذه القصص ويميزها، لكنه في الوقت ذاته كان في حاجة إلى الاطلاع على غرائب الموجود في أماكن أخرى. هذا الغرائب يمكن تصويره بشكل جيد من خلال الادعاء بالقيام بالرحلة أو من خلال الادعاء بالترجمة، ولهذا ظهرت ترجمات عديدة لكتب متوهمة كتبها كتاب متوهمين كانوا يعيشون هناك أو كتاب أصليون عاشوا هناك تحديدا. وحين كتبت كتابي عن نحن دون كيشوت لم تكن هذه الفكرة قد خطرت لي، وهي أن الكتاب كانوا في كثير من الأحيان يدعون أنهم يترجمون عن كتاب آخرين هم من أبناء المنطقة ذاتها التي يكتبون عنها. لذلك ادعى سيرفانيتس أنه يترجم قصته دون كيشوت عن كتاب لكاتب عربي اسمه سيدي حامد بن الآيلي المؤرخ العربي، حتى أنه يبدأ بعض الفصول على النحو التالي: يروي سيدي حامد بن الآيلي المؤلف العربي المنتشاوي في هذه القصة الرائعة الهائلة المتواضعة العذبة الخيالية. انتشرت ترجمات منتحلة التي يدعي مترجمونها أنهم ينقلون عن الكتابات لكتاب آخرين أصليين. هذه الكتابات مليئة بالفحش والفجور إلى درجة أن المترجم يعتذر من قرائه. في كتاب هيكتور فرانس الذي ترجم إلى الإنجليزية أولا تحت عنوان تأديب منصور وفيما بعد تحت عنوان المغامرات الغرامية للشيخ منصور، يحذر الراوي القراء الأوروبيين من أن عواطف الغرامية للشخصيات الرواية ستكون بعيدة عن فهمهم تماما. أنتم يا أهل الشمال ليس في وسعكم أن تفهموا هذه الزوابع من العاصفة الملتهبة،
ففي بلادكم الباردة يكون الحب قزما سقيما، إنه يجعل منكم عبيدا أذلاء ذوي رؤوس منحنية عيون مطرقة، لكنه مختلف جدا مع أبناء الجزيرة العربية الذي تلسعهم الشمس الحارقة بهبة من اللهب فتشعل فيهم الدم. اتخذ فرانس هذه الموضوع مرة أخرى في مقدمة مجموعته من القصص القصيرة التي ترجمت إلى الإنجليزية بعنوان المسك والحشيش والدم، حيث كتب أن العالم الكبير الجنس البشري عموما لا يمكن الحكم عليه بمعيار الناس المألوفين كل يوم الذين يمضون حياتهم بأكملها ضمن مشهد برج كنيستهم. باختصار، أن أي غربيين يجرؤون على القيام بمغامرة إلى الشرق الغريب ينبغي لهم أن يعدوا أنفسهم بأنهم سوف يصطدمون بانفعالات نارية لا يمكن فهمها، عواطف جامحة، ممارسات جنسية غريبة. هكذا غزت الترجمات المزيفة أوساط القراء والقارئات الأوروبيين، وكلها تدعي أنها تصور واقع الحال في تلك البلدان الأخرى، لكن هذه المرة بأقلام أبنائها. والخلاصة أن الجنس الذي يحيط بالشرق هو جنس مختلق موضوع، لأن الشرقي لا يختلف جنسيا عن غيره الأوروبي، ولذلك فإن النظرة الجنسية المردودة من الشرق إلى الغرب الذي تصوره غربا منحلا غير أخلاقي، تصور الشرقي فارسا مطلوبا مرغوبا، هي نفسها صورة مختلفة تريد أن تنتقم لنفسها من هذا الآخر. المتابع الآن لما تنتجه ماكينة الإنتاج الفني عن العرب والشرق عموما سيرى أنها تكرار للصورة التي سبق لها أن أنتجت في ذلك الماضي. وفي الختام، لا يسعني إلا القول أن هذا الكتاب إضافة حقيقية لمكتبتنا العربية، أنه يساعد على فهم الطريقة التي تم تصويرنا فيها في ذهن ذلك الغربي، وابتداء من البدوي آكل الجراد إلى الشيخ ذي الحريم والشذوذ، إلى نساء الحريم أنفسهن بإباحيتهن وشذوذهن. أيضا هناك صورة واحدة متكررة، هي أن الغربي رسم صورتنا بما يساعده على تكريس نظافته وتمييزه عن بقية شعوب الأرض، وقدم لنفسه بالدرجة الأولى صورة تبريرية تساعده على تفسير تعامله المهيمن على بقية شعوب الأرض.